الإنجازات الدولية. قد بدأ النشاط الرياضي الدولي أولى بطولاته التي شهدتها مدينة باريس الفرنسية للدوري العالمي البريمير ليج، أحد أولى محطات التأهل إلى بطولة العالم بالقاهرة 2025. وقد ضمت قائمة المنتخب المصري المشارك بالدوري العالمي في مسابقات الكوميتي كل من علي الصاوي ميزان تحت 67، عبد الله ممدوح ميزان تحت 75، يوسف عماد ميزان تحت 84، احمد المصري ميزان فوق 84، طه طارق ميزان فوق 84، بالاضافه الى ريم احمد ميزان تحت 50، نورسين محمد ميزان تحت 61، سهيل احمد وحبيبه ماجد ومنى شعبان ميزان فوق 68. وترأس بعثة المنتخب المصري في فرنسا السيد أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام. وقد حضر محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فاعليات نهائيات البطولة. وقد أعرب الدهراوي عن سعادته بتحقيق البعثة المصرية 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية وميداليتان برونزيتان. وطالب الدهراوي اللاعبين بالاستمرار في حصد الميداليات وأن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق الإنجازات، مؤكدا على توفير الاتحاد لكافة الاحتياجات الخاصة بهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بالإضافة إلى تذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجههم. ومن ثم أثنى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على أداء أبطال مصر المشاركين في الدوري العالمي للكاراتيه، وأكد على دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، مشيدا بجهود الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه. Another bronze medal in the minus 67 kilogram.